استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. والله العظيم. بيقول لك بيقول لك ايه، نسيت. اه, واحد بعت لارون بوبنزا اللي جاي الزمالك ده، قال له خد بالك الزمالك مسجل خطر، اوعى تيجي. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. اشهد ان لا اله الا الله. مش عارف الواحد دمه عسل ليه كده. قال له اوعى تيجي الزمالك مسجل خطر، وبعت له كل قضايا الزمالك، عارف فلوس لبوطيب ومش عارف فلوس لمين وباتشيكو ومساعد باتشيكو، بعتوا له الاوراق. المهم الواد ايه، عمل زوم امبارح مع مجلس اداره الزمالك، عملوا اجتماع زوم. مجلس اداره الزمالك طلع له القضايا والملفات. كان الواد راح يتجوز، ولعوا له الاوراق ويقولوا بص القضايا ودي مش علينا، والقضايا دي خلصناها والقضايا دي خلصناها. المهم في نهايه الحوار الواد قال لهم ايه، قال لهم ادوني وقت ايه افكر، مش هعرف ارد عليكم دلوقتي في الاجتماع، وادوني وقت افكر. امبارح في اجتماع زوم مع مجلس الزمالك، طبعا كل الاقاويل او كل المعلومات اللي متسربه الزملكاويه عارفين مين اللي سربها، وعارفين مين اللي جاب او مين اللي اتواصل مع الولد. بعض الزملكاويه بيتهموا او بيقولوا انه الاهلي هو اللي وراها، بس طبعا دي مش عقليه الاهلي، ولا الاهلي يفكر يعمل كده، ولا حد في الاهلي يفكر يعمل كده. انتوا عارفين مين اللي عملها، ومجلس اداره الزمالك عارف مين اللي عملها، والوزير نفسه عارف مين اللي عملها، بس ما حدش هيقول. ماشي، وانتوا كمان نفسكم من جواكم عارفين مين اللي عملها، فما حدش يتهم الاهلي. الزمالك مسجل خطر، الله العظيم مصيبه دي. بيقول لك البركاوي اللي هو المغربي قال لهم مش عارف يوم الجمعه باش احضر القاهره، وراح. ودي بقى الله اعلم قال لهم ايه، قال لهم سيبونا افكر شويه، ربنا ييسر امور الزمالك والزملكاويه، احنا عايزين ايه. الموضوع لكن نكته. ضحكنا شويه بقى. مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني شغل القص والتلزيق اللي بيعملوه في الفريق. فين الصفقات يا كابتن محمود الخطيب؟ انت ما عملتش صفقات الموسم ده نهائي. فين الصفقات وفين الاحلال والتجديد في الفريق؟ انت شلت لاعب، جبت لاعب اقل منه في المستوى، ده اللي انت عملته. شلت محمد عبد المنعم، جبت بنداري اقل من عبد المنعم في المستوى، يبقى احنا بنرجع. جبت او شلت او اتصاب علي معلول، جبت يحيى عطية الله اقل من علي معلول في المستوى. ففين الصفقات يا كابتن محمود؟ عمر الساعي لسه شاب صغير، مع الوقت ان شاء الله يبقى احسن لاعب في الدنيا، لكن في الوقت الحالي صعب. صعب يشيل خط نص الاهلي، صعب يلعب 8، صعب يلعب 10، او هيقدر يلعب بس هيلعب على اوقات، انما مش هيقدر يتحمل الضغوطات اللي جايه دي كلها على النادي. فللاسف النادي الاهلي صفر صفر صفقات، وباقي يعني كام يوم اللي بنسمع انهم هيمدوا القيد ل 24 سبتمبر، طب او لحد 12 سبتمبر، لسه مش متاكدين من موضوع 24 ده، بس الكلام الفعلي لحد 12 سبتمبر، يعني بعد 5 ايام. فين الصفقات يا كابتن محمود؟ والاهلي محتاج خط نص، محتاج محتاج اجنحه، مش محتاج مهاجم. يعني انت ممكن تجيب مهاجم اقل شويه من المستوى، ما تدفعش فيه فلوس كتير، زي وسام ابو علي، يكون مهاجم كويس، او من الدوري المصري حتى،
انما انت محتاج اجنحه. عندك لعيبه انا بستغرب انت ليه سايبها في الفريق. يعني طاهر، محمد طاهر، انا ما اعرفش منتظر في الفريق ليه لحد دلوقتي. مفيش ثقه في بيرسي تاو، يا ترى هيشتغل معانا السنه دي ولا مش هيشتغل. حسين الشحات مستواه طالع نازل، يديك ماتشين ثلاثه ويركن عليهم اربع خمس ماتشات. فيا ترى ايه الوضع؟ رضا سليم برضو ما خدناش منه حاجه، على الابيض يا ورد. ظهر بس اخر كام ماتش في الدوري، انما غير كده رضا سليم بقاله معانا سنه ما حسيناش بيه. فده يعني هل انتم متعمدين يعني ان احنا هنمشيها بلومه وحته جبنه، جاي لنا قرشين حلوين وبعدين نبقى نشوف؟ يعني الاهلي يقع السنه اللي جايه دي، يقع الموسم اللي احنا داخلين عليه ده. يعني أنا داخل على انتر كونتيننتال، داخل على سوبر افريقي، داخل على كاس عالم، داخل على الدوري الافريقي، دوري الابطال. طب وبعدين؟ عندك 7 8 بطولات السنه دي، ايه يعني مش هناخدهم؟ ما نعرفش ناخدهم وننافس فيهم؟ مش عارف الصراحه. يا رب تكون اداره الاهلي حاسه بينا وحاسه بالجمهور، ونشوف اخرتها ايه. السلام عليكم.